في السكشن ده فرق ما بين استخدام الفاير دامبر والسموك دامبر والفاير سموك. اول حاجه الفاير دامبر بيبقى مصمم عشان خاطر يمنع انتشار الحريق داخل المبنى. انتشار الحريق مش الدخان، هو طبعا هيمنع انتشار الدخان بس الحريق هو الهدف الاساسي، هو بيحد من انتشار الدخان، بس هو طبعا فيه نسبه تسريب فبالتالي مش هقدر امنع بيه الدخان. الفكره الاساسيه بتاعته ده طبعا الشكل الاشهر، هو عندنا مختبر على 3 ساعات من مؤسسه زي اليو ال. هو ده اسمه الكيرتن تايب، بيبقى فيه زي ستاره حديد معمول لها كده جزء متشاله بجزء فيزيبل لينك من فوق، بتتحط مع الحائط لما يحصل حريق دخان يبدا يدخل من هنا، فبالتالي الجزء ده يسيح يبدا ينزل الكيرتن دي تشتغل كانها جزء من الحيطه بالفاير ريتد بتاع الحيطه. شفنا الفيديو ده هنلاقي ده شكل الفاير دامبر او الكيرتن فاير دامبر. هنا ده جزء الفيزيبل لينك اهو، تمام. هيبدا يسيح لما يتعرض، هو طبعا بعرضه لحاجه دخان كده بدرجه حراره او هواء سخن شويه بحيث ان هو يبدا ينزل. دي الستاره اللي بتنزل تمنع كانها بقت حيطه. استخدامه زي ما قلنا في الجزء الباسيف لمنع انتشار الفليم بشكل اساسي. بستخدمه فين؟ اي اختراق للحائط، لان اف بي 92 اي اختراق انا عملته بالداكتنج او بغير الداكتنج عشان خاطر في حائط مقاوم للحريق فبالتالي لازم يتحط فاير. هنا طبعا انا مخترق اهو حاجات، كل الاماكن اللي انا مخترقها دي يبقى لازم احط فاير دامبر. السموك دامبر هو انا بستخدمه في السيستمز بتاعه التحكم في فبالتالي لازم يكون هو طبعا سيلد بشكل كامل، فبالتالي لو مقفول يبقى الدخان مش هيعدي منه، يكون سيلد ومختبر على الليكج بتاعه ما بيسربش دخان. في الاغلب او مش في الاغلب يعني هو على طول بيبقى موتورايزد عشان خاطر يتم التحكم فيه. غالبا بيبقى نورمالي كلوزد، فبالتالي بفتح في المسارات اللي انا عايز افتح فيها الدخان يقدر يتحرك. طيب الفاير سموك دامبر، تمام. الفاير سموك دامبر يعتبر يعني زي ابجريد للفاير دامبر، فبالتالي لما يكون عندي اماكن انا عايز عليها حمايه اعلى فبالتالي بستخدم الفاير سموك دامبر. الفاير سموك دامبر بيبقى فيه زي 2 لايرز، بيبقى عندي جزء هنا كده سنسنج اليمنت، تمام. ده بيسنس درجه الحراره زي الفيزيبل لينك بالظبط على نفس درجه الحراره اللي هي تقريبا في حدود 165 فahrenheit او تقريبا حاجه و70 سيليزيوس، 72 تقريبا او 78 سيليزيوس. لما وبالاضافه للسنسنج اليمنت بتاع الحراره ده انا عندي موتورايزد، فبالتالي مثلا في الكود المصري بيقول لو عندك اير هاندلنج يونت فوق ال 7000 لتر بير سكند لازم تحط لها فاير سموك دامبر. لو انا عايز لير حمايه اعلى على معده خايف عليها او حاجه زي كده فبالتالي ممكن استخدم الفاير سموك دامبر. مش هيستخدم على مسارات الدخان لان هو على 78 او 165 فahrenheit هيبدا يقفل، فبالتالي ده مش مفروض يستخدم على مسارات الدخان، المفروض يستخدم على كانه فاير دامبر. فبالتالي هو في لير بياخد لير ان هو ياخد سيجنال فيطفي، او لو ما خدش او حصل اي مشكله هو في سنسنج اليمنت ميكانيكالي بيبدا يقفل مباشره.